مرحبا بكم. كتحيري في هاد اشنو توجدي لوليداتك والعائله ديالك. جبت لك واحد السلطه غنيه بالالياف والفيتامينات والبروتين، سهله ماهله توجديها لوليد في واحد الوقت اللي قصير بزاف. كنتمنى وصلت لكم تعجبكم الاستحسان ديالكم. ندوزو مباشره للمقادير وطريقه التحضير. عندنا هنايا بدايه واحد 250 غرام ديال الفاصوليا الحمراء المعلبه. عندنا هنايا 150 غرام ذره معلبه مايس، وعندنا 150 غرام ديال شامبينيون معلب، وعندنا واحد الخياره متوسطه الحجم، والفلفل الاحمر والفلفل الاخضر متوسطي الحجم، وهنا قطع ديال الدجاج الكميه اللي بغيتي، وهنا دوزت غير في الزيت وشويه ديال البصار، وهنا واحد الصلصه اللي غادي نصاوبوها اللي فيها واحد الدانون مسوس، وعلبه من ياغورت طبيعي، وعندنا هنايا نص كاس ديال حامضه معصوره، وعندنا هنايا نص كاس ديال الخل، ونص كاس ديال زيت الزيتون. وبالنسبه للتوابل ما كنحتاجوش فيهم شي حاجه كثيره، فقط عندنا هنايا شويه ديال الملحه وشويه ديال الكمون وشويه ديال الابزار. الوغ اول حاجه غادي نديروا المقادير ديال في واحد الاناء اللي غادي نقدروا نخلطوا فيه كاع المقادير. كيف كتشوفوا درنا هنا اللوبيا المعلبه، كنديروا عليها المايس، وكنضيفوا عليها الخيار والفلافل الحمراء والخضراء. بالنسبه لهنا المقادير اي حاجه متوفره في الدار كتقدروا تضيفوها في هاد السلطه. هنا الشامبينيون المعلب، اولا عندكم شامبينيون طري كتقطعوه كديروا حتى هو كيجي رائع بزاف. والفلافل صافي. هنايا كنديروا المقادير كي قلت لكم كاملين. من بعد غادي نمشيو نحطوا هاد السلطه على جنب، ونمشيو نوجدوا هذيك الصلصه اللي غادي نرافقوها مع هاد السلطه ديالنا. كنديروا كلشي المقادير كاملين كنديروهم في هاد الضراب اللي غادي نخلطوهم مع بعضياتهم، اولا فقط كنديروا غير الفوقشيط، ولا نضربوهم غير باليد ديالنا. كنديروا كاع المقادير. درت هنا الياغور، درت هنا جبن، درت واحد المعلقه ديال الجبن، كتبقى اختياريه ما توفرت كتكتفيو بهذاك الياغور الطبيعي. وضفنا الزيوت، درت زيت الزيتون والحامض والخل، صافي تنضربوهم مزيان. والتوابل اللي قلت لكم في البدايه، شويه الملحه وشويه ديال البصار وشويه ديال الكمون، صافي تقريبا كل حاجه منها نص معلقه. غادي نضربهم مزيان بالخلاط الكهربائي. من بعد غادي نضيفوهم على السلطه ديالنا. بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا صافي، وتنخلطوها مزيان. صافي مباشره كنوضعها في الاناء اللي غادي نقدموا ديال التقديم. بهذا الشكل هذا كنحطها في الوسط، وكنزينها بهذوك القطع اللي درت ديال الدجاج. الا ما توفرش ما كتستغناو عليه، فقط غير كنزيدوا نغنيو هذيك السلطه ديالنا. كنتمنى الوصفه اليوم تكون عجبتكم ونالت الاستحسان ديالكم. الا كنتو جداد مرحبا بكم والف مرحبا بالناس القدام. ما تنساوناش باللي بارطاج ولايك وفعلوا زر الجرس بيوصلكم كل جديد، ونتلاقاو في وصفات مقبله. وهنايا كيف كتشوفوا رافقته بواحد العصير اللي كيجي رائع ولذيذ بزاف، العصير ديال الجزر والعنب، كيجي في منتهى الروعه وغني حتى هو بزاف لوليداتنا والعائله ديالنا. ونتلاقاو في فيديو مقبل، وخليتكم في رعايه الله وبسلام عليكم.